السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوان، مرحبا بالأخوات. أتمنى أنكم تكونوا بخير إن شاء الله. أتمنى من الإخوان يديروا لايك، يديروا بارتاج، يديروا أبوني للصفحة. جزاكم الله خيرا وحياكم الله. الإخوان، حبيت نتكلم في هذا الفيديو على موضوع مهم. سمعته في لقاء بين الضابط المنشق أو حوار بين الضابط المنشق وصحفي في قناة الشروق. هذا الضابط المنشق الإخوان تكلم على مجموعة من النقاط، من بينهم قضية الحرب التي تشنها المغرب على الجزائر، أي حرب المخدرات بكل أنواعها، سواء الحشيش أو الكوكايين إلى آخره. فقال هذا الضابط لمحاوره أن هذه العصابات لها نفوذ مع المخزن باش تشتغل بكل أريحية من الأرض المغربية نحو أوروبا ونحو الجزائر. راح تقول لي أنت جزائري والقناة جزائرية والصحفي جزائري، إذن هذه الحجة ما تركبش، يعني حجتكم مرفوضة. هل بإمكانكم تجيبوا لنا دليل من أماكن محترمة؟ احنا إذا اتهمنا واحد ما نجيبوش خوه، أنا نروح نجيب أخي ولا نجيب واحد مقرب مني ونوقف في المحكمة ونقول له سيدي القاضي الشاهد هو هذا وهذا. إذن ربما الإخوة المغاربة راح يقول لك قناة الشروق هذه جزائرية وهذو كارهنا وجايبين واحد وراح يتهموه، يقولوا لك باللي هذا خائن لوطنه وحاب إلى آخره. أنا ما راح نركز كثيرا على الأخ عبد الإله عيسو، هذا شيء ما راح نركز عليه، لكن حاب نركز على هذا الاتهام اللي حاولوا يلصقوه للجزائر، وهو تجارة المخدرات وبالذات تجارة الكوكايين. هذه يقول لك الكوكايين راي الجزائر يتجروا في الكوكايين إلى آخره. إذا قبل ما نروحوا بعيد خلينا نبداو مثل ما تعودنا الإخوان بالأدلة، وتأكدوا أني راح نجيب لكم من أماكن محترمة ما راح تصدقوا وتشوفوا من هو على حق ومن هو على باطل، وترى هل كان صادقا في تصريحاته، وخاصة فيما يخص هذا التجارة المخدرات بكل أنواعها. على بركة الله. نبدأ أولا بالمنظمة هذه اللي يسميوها إيناكت. المنظمة هذه يا إخوان إيناكت منظمة دولية يساهم في ميزانيتها مصادر عديدة أوروبية ودولية ومراكز دولية. هذه المنظمة اللي اسمها إيناكت يقول لك بالإنجليزية builds knowledge، يعني كما نقولوا احنا معرفة، and skills the competence to enhance Africa's response to transnational organized crime، يعني الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذه المنظمة هذه اللي أنشؤوها باش تساعد الدول الإفريقية. هذه المنظمة وراح نشوفوا شكون هي هذه المنظمة. قال لك مثل ما تكلمنا، قال لك احنا واش نديروا on renforce les connaissances et les compétences les skills pour améliorer la réponse de l'Afrique à la criminalité transnationale organisée، يعني الجريمة. ماذا تقول هذه شكون اللي راهو يفينونسي فيها؟ الاتحاد الأوروبي. إيناكت يفينونسي من الاتحاد الأوروبي ومن انتربول ومن انستيتيوت فور سكيورتي اند ستاديز والجلوبال انيشيتيف. تصور يعني هذه ماشي جايب لك انا انستيتيوت هكذا وتقول لي انت لا احنا دائما لازم نضربكم بالدليل المزلزل، الدليل المزلزل الذي لا تستطيعون الهروب منه. هذه عادة الجزائريين، مثل ما يستعملوا معكم في التاريخ، مثل ما نستعملوه معكم في هذه الأمور حتى نقيم عليكم الحجة. هذه شكون هي إيناكت؟ هذه فينونسي بار لونيون أوروبيان، انستيتيوت فور سكيورتي اند ستاديز، الي اس اس هذا معروف، الانتربول لا غبراء، الجلوبال انيشيتيف واحد ما يتكلم عليه. هذه إيناكت بابليش
يعني تبوبليي اوريجينال دي زاناليز على هذه الاشياء اللي تتعلق بالجريمه العابره للقارات، على دروغ الى اخره. ماذا تقول هذه؟ هاو اللينك تاعها كعادتنا. ماذا تقول؟ تقول دروغ ترافيكين. تقول لك موروكو كريتيكال لينك ان ذا لاتين امريكا اوروب كوكاينشن. قال لك المغرب هي همزه وصل بين امريكا اللاتينيه المعروفه بهذا اللي دروغ دور واوروبا فاش في الكوكايين. المغرب. وكلكم تعرفوا كاينه واحد المافيا معروفه عالميه الان في اوروبا اسمها الموكرو مافيا. هي بدات في هولندا وهي فيها مهاجرين مغاربه او ما يسمى دي ماروكان ويسمى الموكرو مافيا. ومعروفه اكتب موكرو مافيا كتب عليه وقتلت كثير من المحامين وكثير من الامور داخله في اوروبا، وعندها ارجل في المغرب. الدراغ ترافيكين. وهذا الكلام قيل في 27 جانفي 2023. انتبه مليح. تصور باللي كيف تأتي. راني حطيت في الصورة، حطيت لكم واحد الخريطة تعطيك كيف تنتقل هذا الدروغ، تأتي من أمريكا اللاتينية وتنزل في غرب إفريقيا، وبالذات عبر البواخر وعبر هذول اللي يسميهم بواخر أعالي البحار وجنرالات أعالي البحار، وتمر مباشرة تدخل في الأراضي المحتلة في الموانئ تاع الداخلة وهذه الأمور إلى آخره، ولا الأماكن تجي ومن بعد تمر على المغرب. تصور الإخوان ترافيك بهذا الشكل اللي هو خطير جدا، والمغرب لا يعلم به. ساكت، ما كاش تصريحات، وما عندوش الحياة يتهم الجزائر. يتهم الجزائر. تصوروا الإخوان من لا يستحي يقول لك إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أنا أقول إذا لم تستحي فقل ما شئت. الجزائر أشرف من الشرف باش يجيو الأقزام يوجهوا لها هذه التصرفات اللي تضرب الأجيال وتحطم المجتمعات. لا والله لا، الجزائر أشرف من الشرف. إذا هاكم قارينها، هذه اللي اسمها دراغ ترافيكين. هاو اللينك. احنا نقدموا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما زال هذا ما يكفيش، نزيدوا نمشيو بعيد. هذه فرانس انفو تقول لك لا موكرو مافيا بويسون جروب كريمينال ماروكان دو لا غرود انكيت لي بيي با. مثل ما تكلتكم، يعني يشكل خطر حتى في هولندا. هذا اللي يسميوه الموكرو مافيا، وهي الكريمينال الماروكان، يعني يسمى مجرمه وهذه الامور. الان نجيو واش كنا نتكلموا على الانستيتيوت فور سكيورتي اند ستاديز. هذه اللي كانت تمون ايضا اناكت. يقول لك موروكوس موكرو مافيا تريتنس، يعني تشكل تؤذي اوروبا اند نورث افريكا وشمال افريقيا. يهددون شمال افريقيا، ما قالوش الجزائر. اذا استحيوا على حالكم. يعني ما قاله هذا الاخ او هذا المنشق كلام صحيح، وحنا جبناه بالدليل والحجه. تفضل، هاو اللينك، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مازال نزيدوا نمشيو. اوراسيتي اوروبيان مافياس ترافيكن فولو، هذه معروفه، هذه الاخبار تاع الاوروب. هذه تقدر تشوفها. قال لك موروكو، ها ذو موروكن بلجيوم اند نيذرلاند البانيان داخلين معاهم. واش يجيبوا هذه الامور وتمر على المغرب. هنا نروحوا نمشيو ايضا للبوليس الاوروبي. تصوروا الاخوان، هذه كلها ادله، ويجيو يتهموا الجزائر بدون حياة. حابين يلصقوا بالجزائر ان الجزائر تشتغل في الترافيك تاع الكوكايين. لو كانت الجزائر تشتغل لوجدنا هذه الامور. يقول لك 50 عملية توقيف الترافيك تاع الحشيش والكوكايين عبر طرق افريقية. كما يقولوا احنا المصالح الاسبانية، لي زوتوريتي اسبانيول، خذت 5 أطنان من الحشيش و2 أطنان من الكوكايين during 1 year investigation. في سنة واحدة جابوا هذه الكمية. تعال نشوفوا الآن. هذه أوروبول تعرفوها، وهو البوليس الأوروبي. يقول لك overall result include 50 توقيف، لا سيزي تاع almost 5 طن تاع الحشيش و2 طن تاع الكوكايين. دي زيكيبمون، لي باتو هذوك اللي يديروا بهم اللي ترافيرسيو بهم. The year long investigation discovered that the criminal network، يعني هذا كيف يقولوا احنا النتورك او ما يسمى
النسيج هذا has established a multi-product trafficking chain أنشمة with two-way supply chain يعني deux chaînes de fourniture. This consisted of the trafficking of hashish from Morocco. ترافيك تاع الحشيش من مروكو ياخذوه يروحوا يتبادلوا الحشيش مع الكوكايين. trafficking from Morocco to South America and cocaine back يعني من بعد يرجعوا الكوكايين. كيفاه يمروا؟ كيفاه يدخلوا للمغرب؟ هل أين هي المخابرات المغربية؟ هل هم ساكتين؟ لماذا ما سمعناش ديسيزي من هذا الشكل وهم ساكتين؟ تسمعوا دائما قصص وقد ألقي القبض على مجموعة إسلامية وهذه المسرحيات، لكن هذه الأشياء الخطيرة اللي تضرب الأجيال وتضرب الأمور ما تسمعش عليها، وما يستحيوش يهاجموا الجزائر. يهزموا الجزائر هاي of trafficking of hashish from Morocco to South America and back. إذن هنا الإخوان هاي قال لك 50 arrestations, saisie de prise de 5 tonnes de hashish et 2 tonnes de cocaïne, saisie d'équipements dans les bateaux, des moteurs de 350 chevaux, près de 4000 litres d'essence, des véhicules, des remorques, des détecteurs d'emboutillage et des balises servant au suivi des expéditions. يعني c'est des balises mais des capteurs يتبعوا بهم هذوك les expéditions. يعني واش يقول لك il s'agit du trafic de hashish du Maroc vers l'Amérique du Sud et de la cocaïne à travers l'Atlantique via la côte ouest de l'Afrique avant d'être transportée vers le continent espagnol. La cocaïne était passée en contrebande dans ces conteneurs et transportée à l'aide de bateaux rapides qui servaient également à la contrebande de hashish. شت هذوك اللي يعقبوا الحشيش نفس الباطوات هذوك اللي دارت عليهم فرنسا هما اللي يعقبوا الكوكايين. هنا باش تشوفوا الإخوان بشهادة أوروبول، هذه ما هي لا جزائر لا، لكن للأسف كثير من العياشة المساكين اللي أسأل الله تعالى يفتح عليهم وينور بصيرتهم وبصرهم أنهم يقولوا كلمة الحق. المسلم ماشي قصة على خاطر أنا جزائري ولا أنت مغربي تحقد عليا وأنا نجيب لك في الدليل وقيم عليك الحجة تقول هذه كذوب. هاو عمي أوروبول جبت لك أوروبول، جبت لك لا من عند الجزائر ولا هم يحزنون. تفضل وهاو اللينك. إذا هنا الإخوان باش يتأكدوا الأحباب والإخوان اللي يتبعونا أن هذا النظام نظام خطير جدا. والكلام اللي تكلموا هذا الضابط المنشق كلام خاصة فيما يخص تهريبات وجنرالات أعالي البحار وهذه الأشياء، هذا شيء يعرفه القاصي والداني وتعرفه المؤسسات الدولية وعلى رأسها البوليس الأوروبي إيناكت يعرفوا هذا تاع مركز دراسات الأزمات والأمور هذه يعرفوا. إذن الإخوان أتمنى أنكم إن شاء الله استفدتوا، وأتمنى منكم ديروا لينك وديروا سويفي لهذه الصفحة. بارك الله فيكم وحياكم الله، وتحية لكل الأحباب اللي تبعونا وينشروا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.